السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حلقة جديدة وهو كيفية حظر عدة مواقع من الراوتر من ضمنها مواقع الإباحية. هسه بعد فتح الراوتر طبعا عن طريق الاي بي الافتراضي ادخال باليوزر والباسورد، نروح على DHCP وناخذ هنا راح نستارت اي بي ادريس واند اي بي ادرس، راح ناخذهن اللي هي طبعا الاي بيات يطلعها الراوتر. بعد ما راح ناخذهن اثنيناتهن نروح على الاكسس كنترول وبعدين ندوس على سيت اب وايزر وهنا نكتب اي اسم يعجبنا. هنا نكتب الاي بيات، هاي بداية الاي بيات، هنا نهايتها ونعطي نيكست. بعدين هنا نغيرها على الدومين ونكتب اي اسم يعجبكم ABD. هنا نكتب اي دومين. انا راح اغلق هذا الموقع الاباحي واغلق مركز الخليج احاضره يعني، واعطيه انسخ الدومين واعطيه نيكست. بعدين نكتب هنا اي اسم مثلا ABD. هنا طبعا هنا الوقت تقدرون تختارون الايام اللي يكون بها المواقع محظورة مثل ما تشوفون. تقدرون تختارونها every day يعني كل يوم، وهنا 24 ساعة نعطي next. بعدين هنا نكتب اي اسم نعطي finish. بعدين نروح نخلي inlab ونعطي save. هنا انتهت. هنا هسه نرجع نرست مركز الخليج ونشوفه اذا فتح. طبعا ما راح يفتح. نشوف هسه الموقع الإباحي اما راح يفتح عندنا، ما شوفون ما قاعد يفتح. ما راح يفتح عندنا الموقع، ما فتح عندنا مركز الخليج ولا الموقع الإباحي. هسه اذا ردتوا تعدلون على المجموعة او تضيفون مواقع اخرى بالمجموعة او تمسحون مواقع، هنا تضغطون على edit وهنا تقدرون تكتبون مواقع بعد وتمسحون. نمسح هسه الجروب نعطيه save نعطيه موافق. تقدرون تحذفون المجموعة وتحطونها delete. تقدرون تضيفون بعد مجموعات اخرى ايضا نفس الطريقة عن طريق سيت اب ويزر. لهنا ينتهي الشرح مالتنا. كان معكم عبد الله الغرابي، والسلام عليكم. طبعا لا تنسون لايك، سبسكرايب، شير.